إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تشكو للخليقة، لا تشكو وإن وجدت النصرة شيئا ما، إلا أن الشكاء إلى الله جل وعلا يؤيد الله عز وجل من ينصرك. ينصرك الله عز وجل مهما تكالب الأعداء، مهما تآمر المتآمرون، مهما تجمع المتجمعون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قلها مدوية في ظلم الليل، قلها مدوية وأنت ساجد بين يدي الله جل وعلا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قلها في آخر ساعة من الجمعة. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يذكر يسأل الله جل وعلا إلا أعطاه من خيري الدنيا والآخرة. قلها بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قلها أثناء نزول المطر، قلها أثناء سفرك، قلها في ساعة حاجتك وضرورتك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو إليك يا الله، يا الله، يا الله، يا ناصر المظلوم، يا ناصر المظلوم. ما لها من كلمة، يا لها من كلمة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لو دعا بها رجل كافر مظلوم لاستجاب الله له. لو دعا بها الكافر الذي يسب ربه ويفعل وهو مظلوم لأبره الله عز وجل. كيف إذا قالها مسلم؟ كيف إذا قالها من خيار الناس؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله وبالله وتالله أن الله عز وجل سيبرها، حيث وعد إذا توفر الشروط، وإن لم فستجد ذلك من الجزاء والمثوبة. إلا أنه قد وعد وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يوسف عليه الصلاة والسلام ما حصل له من إخوانه من إخوته، وما حصل له من تلك المرأة، وما حصل له من بيعه في سوق الرقيق، وما حصل له في السجن، فساد عليهم ورجع إلى ربه جل وعلا فصار ملك مصر اجعلني على خزائن الأرض. أتى أولئك الذين تآمروا عليه ضعفاء، ستر أولئك الأقوياء بين يديك، ستر أولئك الظلم بين يديك. يا أيها العزيز مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا لها من كلمة، بعدما فعلوا وتآمروا صاروا أذلة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وهو يبكي، أخرج من مكة وهو يبكي وينظر إلى مكة ويقول والله إنك لأحب البقاع إلي إلى الله، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وعاد فاتحا ب10,000 مقاتل وهو في غار حراء، وهو في ذلكم الغار في غار ثور يناجي ربه سبحانه وتعالى، حين قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. انظر إلى كلمة يا أبا بكر، ما ظنك باثنين
الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. شكاء الحزن والبث والغم والكرب إلى الله، فلقد استعنت بمن بيده ملكوت كل شيء. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما في البخاري، حين كذب عليه رجل من أهل الكوفة وشكى به إلى عمر رضي الله عنه، فيقول له: إن سعدا، وهو أول رام في الإسلام من العشرة المبشرين في الجنة، لا يسير بالسرية ولا يحكم ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. رجل يقال له أسامة بن قتادة يقول في رجل مبشر في الجنة يتهمه في هذه التهمات، في هذه التهم الثلاث: إن سعدا لا يسير بالسرية، جبان لا يخرج، يقول، ولا يقسم بالسوية، ظالم جائر، ولا يعدل بالقضية. فقام سعد، الحديث طويل، قال: والله لأدعون بثلاث: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اللهم يا رب، إن قام عبدك هذا رياء وسمعة وكذبا، اللهم فأطل عمره، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث بثلاث. وكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله عنه. انتهت القضية في ذلك الوقت، وسعد قد رفع كف الضراعة إلى الله، شاكيا حزينا، طعن في عدالته، أوذي رضي الله عنه. تعمر هذا الرجل حتى سقط حاجباه على عينه من طول عمره، وكان من أفقر الناس، وكان يتعرض للفتيات في الطرقات يغمزهن، فالناس يقولون: يا هذا اتق الله في هذا السن وما زلت تفعل. قال: رجل مفتون أصابته دعوة سعد. رجل مفتون أصابته دعوة سعد. وهذا سعيد كما في مسلم، سعيد بن زيد من العشر المبشرين في الجنة. تأتي امرأة تشكر به إلى بعض الخلفاء، بعض الحكام، فتقول: إن سعدا أخذ أرضي، فاستدعاه فوقف بين يديه فقال: إن هذه المرأة تزعم أنك أخذت أرضها. وسعيد من العشر المبشرين بالجنة. تعجب سعيد: ما هذا الكذب؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا التشويه؟ ما هذا التنفير؟ قال: أآخذ أرضها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا ظلما طوقه من 7 أراضين. فقال له: والله لا أسألك بعدها بينة. ثم قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. شكى بثه وحزنه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أتظنون أن هذه الكلمة تذهب سدى؟ أعمى الله بصرها، وخرجت يوما من الأيام في أرضها تتحسس بيدها، فسقطت إلى حفرة فماتت فيها. اللهم اعمي بصرها واقتلها في أرضها. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تسلح بها أيها الفقير، تسلح بها أيها المهموم،